مساء الفل عليكم يا احلى اصحاب في الدنيا. النهارده معانا حدوته مختلفه تماما. عايزاكم تتفرجوا على الفيديو للاخر وتشاركوني بكومنتاتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه. وفجأة بيجري خروف من الخرفان اللي في القريه بسبب انه شاف وحش مخيف اسمه تاي لونج. كانوا فاكرين انه هو ميت، ولكنه رجع يستولي على كل حاجه وبيقول لهم بصوا انا ممكن احرق لكم المدينه كلها بحالها، واقوى تنين عندكم مش هيقدر عليا. وده كله بيكون في مدينه جونيبر. اما بقى مدينه وادي السلام بيظهر فيها ابوه وهو بيقاتل السمكه المفلطحه وبيلمها زي رغيف العيش ويقول لهم خلاص ما بقيتوش تخافوا منها تاني، وبيبقى بطل المدينه كلها. وبما ان ابوه بقى مقاتل عظيم فليه معجبينه وابتدى يمدلهم على راسهم وتيشيرتاتهم، وبيلاقي وسطهم مستر شيفو اللي جاي له يتكلم معاه، وراح قال له هتكلم معاك بس بعد ما نخلص الحفله دي. وبو بيكون بيفتتح مطعم كبير جدا، وبيعرض بو في الحفله عصايه الحكمه اللي بيها بيقدر يسافر العالم كله، وكمان قوتها بتخليه يقدر يفتح باب الارواح، ويقول لهم قد ايه ان هو خلص على وحوش كتيره قوي بالعصايه دي وبقوه الكونج فو اللي عنده. وبعد ما بيخلص مراسم الاحتفال بيروح مع مستر شيفو يتكلم معاه، وشيفو بيقول له انت لازم تختار واحد يكمل المسيره مكانك، وحتى العصايه اللي معاك هيمسكها من بعدك، ومن بكره الصبح هتقابل كل اللي بيتقدموا ياخدوا مكانك وتشوف شطارتهم في الكونغ فو. وفعلا بيتقدموا 4 بيكونوا شاطرين قوي، ومستر شيفو بيطلب من بو ان هو يختار واحد منهم، ولكن صباع بو مش قادر يشوف غير نفسه ان هو الوحيد المقاتل العظيم. ومستر شيفو بيقول لبو لو مش قادر تشوف حد مقاتل غيرك هختار مكانك واحد تاني وهياخد العصايه منك. وشيفو بياخد بو على الصخره الكبيره وبيقول له لازم حتى اللي يمسك مكانك تعلمه كل اساليب القتال. وبو بيكون محتار جدا، ولما شيفو بيقول له انت الاساس زي البذره دي، وبيقعد يفكر كتير بو، وبتختلط عليه الافكار ما بين الاكل والكونغ فو والسلام وافكار كتيره داخله في بعض، ولحد ما بيشوف حيوان مقنع داخل المتحف علشان يسرق اللي فيه، ولكن بيطلع ثعلب واسمها جين وبتكون ذكيه جدا وكانت بتحاول تحارب بو، ولكن بو بيصطادها وبتفتكره انه سارق عصايه التنين المقاتل. وبو بيقول لها انا اصلا التنين المقاتل، وتقول له انا مش شايفه فيك اي حاجه تخص التنين المقاتل، وبتتريق عليه وبتحاول توقع كل التماثيل اللي موجوده في المتحف، ولكن بو بيلحقهم كلهم وبتسرق منه العصايه السحريه. ولكن بو ما بيستسلمش وبيضربها وياخد منها العصايه السحريه ويدخلها جوه القفص. ووقتها بيدخل خروف وبيقول له الحق يا بو تاي لونج رجع من تاني وبيهددنا انه ياخد المدينه كلها. وبيستغرب بو ان روحه طلعت من تاني بعد ما مات، ولكن الثعلبه جين بتقول له على فكره ده لغز انا الوحيده اللي عارفاه. وبيرجع بو لجين ويحاول ياخد منها اجابه مفيده، وكان هيتجنن بو ازاي تاي لونج لسه عايش، ولكن جين بتقول له انت اللي فاكره بس ان هو عايش، تاي لونج مات. دي الحربايه بتتحول في الشكل اللي هي عايزاه، واسمها كمان كاميليان، وانت كمان يا بو مش هتعرف تلاقيها بسهوله الا لو حد عارفها يكون معاك زي بالظبط. وكان لازم بو يعفى عنها ويخرجها من القفص عشان تخرج تساعده. وبيجي مستر شيفو لبو بيقول له ده مش شغلك، ده شغل الجبابره الخمسه، انت مالكش دعوه بالكلام ده. لكن بو مصر يدافع عن المدينه، وشيفو بيحاول يمنع بو ان هو يروح، ولكن بو بياخد جين وبيروح لهناك على طول. وفي يوم من الايام في مدينه جونيبر بيتجمعوا رؤساء العائلات بسبب ان كاميليان فرض عليهم جزيه حوالي 50% من الحاجات اللي بيسرقوها، وبيكونوا متضايقين جدا وعايزين كمان يخلصوا منها. وللاسف بتكون قاعده وسطهم ومتنكره في شكل واحد منهم، وبتغير شكلها وبيبتدوا يعتذروا لها وبتوافق وبتعفو عنهم، وبتقول لهم انا معايا جيش كبير جدا ولازم اكله وهاخد منكم مش 50% لا 60%. وبتتحول لفيل عملاق وبتحاول تقضي على رئيسهم الدب عشان كانت عارفه ان هو عايز يموتها. اما بو وجين بيروحوا يرتاحوا في زي كافيه كده علشان يلاقوا فيها قبطان المركب علشان يبتدوا يروحوا لمدينه جونيبر. وبتدخل الثعلبه المكاره عشان تلعب مع الموجودين في الكافيه، ولكنها بتسرقهم وتكسبهم. وطبعا بو في عالم تاني بيتفق مع القبطان، وفي وسط ما بو والثعلبه الصغيره بياكلوا الفلوس بتقع من جين وبيكتشفوا ان هي سرقتهم ونصبت عليهم، وبيبتدوا يحاربوهم، وحتى الثعلبه وهي بتحارب بتسرقهم برضه، ولكن بو بيساعدها وبيرجع لكل واحد فلوسه مكانها، وبيستخدم بو عصايته علشان يوقفهم. وبيكون الكافيه كله مسنود على صخره كبيره وبيبتدي هيقع، ولكن بو والثعلبه الصغيره جين بينطوا يلاقوا نفسهم جوه المركب اللي هتاخدهم لمدينه جونيبر. وبيخاف بو ان تكون كابيليان الحربايه عارفه ان هو رايح لها. وفي وسط المركب بتحكي جين قصه حياتها لبو، وان ما عندهاش عيله وكان لازم تسرع عشان تعرف تاكل وبتعيش. وبو بيقول لها بالمناسبه انا برضو يتيم زيك، واللي اتبناني الويز ذا بينج وكمان الدب لي اللي شبهي، تعرفي حد كان عنده ابين زيي؟ وبتظهر كاميليان وهي بتاخد الجزيه وانها عايزه اكتر من كده، وانها مصممه تسيطر على جونيبر وكمان وادي السلام، وبو بيحلم بيها وانه لازم يوصل لها. وبالفعل وصلوا لمدينه جونيبر، وبينبهر بو جدا بطريقه الاكل هناك في مدينه جونيبر. وجين بتقول لبو ركز دول
رجالة كاميليان وهما بياخدوا الجزية. وبو بيعرف ان وقتها جين الثعلبة الصغيرة مطلوبة للسجن، وجين ما بيهمهاش حد ولا فارق معاه لحد ما بتخبط في 2 عساكر وبيبتدوا يتعرفوا عليها عشان ياخدوها. بتقول لهم على فكرة انا معايا التنين المقاتل ومفيش اي حد بيعرف. وبيقول لها ايه اللي بتقوليه ده؟ اما العساكر بيدخلوا جين وبو القفص، وبتطلع جين سارقة مفتاح القفص نفسه، وبتاخد بو وبيهربوا لحد ما ينزلوا في بلاعة، لان برضو طلع بو مطلوب القبض عليه في نفس الوقت، وكل الحكومة بتدور عليه هو وجين. وده بيكون المكان اللي اتربت فيه جين الثعلبة الصغيرة. وبتقول له بو انا مش مسؤولة عن اللي هيتسرق منك. ومعلم جين مستر هان بيرحب بيهم بطريقة غريبة حبتين، وبيبتدوا يتفننوا في طريقة موتهم. وجين بتقول لهم للمرة التانية انا معايا التنين المحارب، ومحدش بيصدق كلامها. وبو ما بيبقاش عارف يوقفهم ازاي من غير ضرب، وبيفتكر كلام معلمه مستر شيفو، وان مش لازم كل خناقة تتحل بالضرب، وممكن الكلام ينفع والسلام ينفع برضه. وبو بيقول لهم اللي بيعمل حاجة وحشة بتترد له تاني يوم اضعاف اضعاف، وهم فهموا المقولة غلط، انهم النهارده يعاملوها وحش وبكره يعاملوها اوحش، ومحدش بيكون فاهم بو خالص، وانهم هيوزعوا العنف على جين على باقي الايام كلها. وجين بتقول له ريحنا يا بو من امثالك دي. وبيطلب جين من معلمه مستر هان انه يخبيهم هنا علشان هم مطلوبين من الحكومة، واحنا عيلة برضه. ومستر هان بيسمح لهم بليلة واحدة. واما لي وبينج عيلة بو راحوا يدوروا عليه علشان يساعدوه، واول ما وصلوا للكافيه كانوا يعملوا منه شوربة، ولما شافوا ليه افتكروا ان هو بو، وكان بيهددهم ان هو عملاق وضخم ممكن يعمل فيهم حاجات كتير، ولكن ما كانش قادر يعمل اصلا اي حاجة، لحد ما لي وبينج خرجوا من الكافيه، والكافيه وقع بالسلامة بعد ما عرف ان بو راح لمدينة جينيفر. وبو كان بيعلم جين ازاي تستخدم العصاية بالمقشة بتاعتها، ولكن المعلم هان بيطرد بو وجين وبيضطروا يمشوا لمقر كاميليان. وبو الظاهر انه اخد جين صديقة ليه ووثق فيها جدا، واما جين بتاخد بو للمقر بتاع كاميليان. اما لي وبينج ماشيين يدوروا على جين وبو عيل تايه يا ولاد الحلال. وبيدخل بو وجين لمقر كاميليان وبيلاقوا جيش كامل كله نايم، وللاسف غطا البلاعة بيقع ما بيصحوش منه، ولكن عطسة من بو كفيلة ان هي تصحيهم. واما جيش كاميليان كله بيجري ورا جين وبو لحد ما بيمروا بمراحل صعبة، وبينجوا منها لحد ما بيقع بو في القفص وجين بتكون بره. وبيحاول بو بالعصاية بتاعته ان هو يكسر الباب ما بيعرفش، ولما جين بتيجي تحاول تساعده بتقول له لازم عصاية تخليني ارفع القفص عشان اعرف اطلعك، وبيثق فيها بو وبيديلها العصاية، ولكن جين بتطلع ثعلبة مكارة بتاخد العصاية وبتديها لكاميليان، وبتقول له المعلومة الاولى ان انت ما تثقش في حد خالص يا بو. وكاميليان بتحكي له قصة حياة جين، وبتقول له انا اللي اخدتها وربيتها عندي، وهي اللي جابتك لحد عندي يا بو. وبو بيقول لها يعني كل همك عصاية الحكمة؟ وكاميليان بتقول له لا، انا حلمي اني كنت اكون مدربة كونغ فو، ولكني كنت مرفوضة لان انا كنت واحدة صغيرة كده ومش مهتمين بيا، ولا طولي نافع ولا جسمي نافع، ودلوقتي كبرت وحصلت على كل حاجة. ولكن بو استفزها وقال لها بس انتي ناقصك الكونغ فو. فتحولت كاميليان وقالت له مش عشان انا يعني مش تايلونج فمش هعرف احاربك. وبيحاول بو يكسر القفص، ولكن القفص كان معمول بسحر، فحاول يكسر الارض اللي تحته ونزل الدور التاني، وفعلا لقى جيش كتير جدا. وابتدى بو يتعصب وما استسلمش وفضل يحاربهم ويحاول يهرب منهم لحد ما وصل لحراس كاميليان. ولقى جين طالعه له بالعصايه السحريه وبتقول له سامحني، وبتكون كاميليان هي متنكره في صوره جين وبتخدعه وتوقعه من فوق علشان تقضي عليه، وجين بيصعب عليها الكلام ده كله. وكاميليان بتحذر جين وتقول لها لو قلبك حن هقضي عليك انت كمان. وجين بتفتكر ان بو خلاص كده مات، وبيقع بو ولكنه بيتعلق في جذع شجره، والسحليه الصغننه بتكون عايزه تموته، ولكن بينج الوزه بينقذه، واللي بينقذهم كلهم هو ليه ابوه، وبيعرف انهم مشوا وراه علشان يحموه، وبيحكي لهم عن اللي حصل وبيتضايق جدا. ولكن بينج بيقول له ان كلنا محتاجين التغيير. اما بو والوز وليه بيشوفوا جيش كاميليان كتير جدا ومش هيعرفوا يغلبوهم، وكاميليان طبعا في طريقها تحرر ارواح الكينج فو وتاخد قوتهم. وجين بتحس ان كاميليان استخدمتها في مصلحتها بس وممكن تغدر بيها اي وقت، وبتبتدي كاميليان تكلم القمر الدموي وتفتح عالم الارواح بالعصايه، وبتستدعي تايلونج وبيحارب رجالتها ومحدش بيقدر عليه، وبتسحب منه قوته وبتدخله جوه قفص مسحور. وبتسكت كاميليان على كده، لا تحضر المعلم كاي واللي بعده واللي بعده، وبتاخد قوتهم كلهم وبتحبسهم في قفص سحريه. وجين بتتضايق جدا وبتنسحب، ولما بتشوف بو اللي فاكراه كان ميت بتقول له ايه ده انت بقيت عايش؟ انا على فكره دلوقتي بقيت في صفك. ولكن بو ما بيصدقهاش وبيخاف يتخدع فيها تاني، وبيكون عايز يدخل لكاميليان، ولكن جين بتكون خايفه ان بو يتقتل، وبيتحاربوا لحد ما بيتعادلوا. ولكن جين بتاكد له المره دي انها مش هتخدعه ولكنها خايفه عليه بس، وسابته يدخل لكاميليان. ولكن جين بتساعده من الناحيه التانيه بانها تاخد لي وبينج وتجمع جيش من بيئتها اللي تحت الارض، وابتدت تقنعهم جين بانهم يحاربوا ضد كاميليان. وحتى جين لما بتاخد الجيش بتاعها بتلاقي
بتلاقي حراس كاميليان كتير جدا وبتحاول تحاربهم، وبو بيروح يلاقي كل اعدائه اللي هزمهم في اقفاص، وكاميليان واخده مهارتهم كلهم وقوتهم. حتى تاي لونج بيقول لبو ان معلمك اوغاي وقع راسنا في التين لما اخترق واداك العصايه. وجيش جين ابتدى يحارب، وكاميليان بتدي عصايتها لبو وتقول له انا خلاص ما بقتش محتاجه حاجه منها. وحاول بو يوقع كاميليان بالكلام وما نفعش، ومستر شيفو بيقول له خلاص انت جربت طريقه الكلام، ادخل بالتقيل بقى اللي انت اتعلمته في الكونغ فو. وما كانش بو بيحارب كاميليان لوحدها، ولكن بيحارب كل اعدائه اللي هزمهم قبل كده في شخص واحد، وبتتحول كاميليان للشخص اللي هي عايزاه في اي وقت. وبتحاول جين تساعد بو ولكن كاميليان تسكت، لا تتحول لوحش عملاق اكبر واكبر، وبو بيتفاجئ بيها جدا. وكاميليان بتاخد جين ولكن بو ما بيستسلمش، وبيمسك في ديلها بالعصايه السحريه لحد ما بيقعوا. وكاميليان بتتحول لدب عملاق زي بو بالظبط وتبتدي تحاربه، وبتكون شاطره قوي وبتمسح ببو الارض كلها، وبتحاول تدخله في قفص ولكن بو بيحاول يصد كل الهجمات منها، وبتدخله فعلا في القفص لحد ما جين بتاخد عصايه بو بيقول لها انا واثق فيكي المره دي علشان تحارب كاميليان. وبتبتدي كاميليان تضرب جين وتوقعها في الارض لحد ما جين بتتمكن وبتضرب كاميليان ضربه، وبيقوم بو بيتكلم مع جين وبيتوقع خيانه كاميليان وبيصدها، وبيحرر كل الارواح اللي كانت مستدعياها كاميليان. وطبعا جيش ابوه بينتصر، وتاي لونج طبعا رجع في كلامه وقال له يا بو شكل المعلم اوغاي كان عنده حق يوم ما اداك العصايه. وابتدوا كلهم ينحنوا له، وابوه وجيشه فرحانين بيه، وابتدى ابوه يرجع كل الارواح لمكانها، حتى كاميليان بياخدها تاي لونج في جيبه وهو ماشي، وبيقول له بو سيب لي ست الكل دي. وبيرجع ابوه لوادي السلام، وبو بيختار خليفته الجديده اللي هي الثعلبه جين، ولكن مستر شيفو بيعترض عليها في الاول، ولكن بو بيعلمها كل اساليب القتال. وبيظهر ملك السلام مستر اوغاي وهو بيعمل يوغا ويستوحي السلام للبلد كلها. وبكده يا اصحابي يكون خلص فيلم النهارده، اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه، ما تنسوش كومنتاتكم.